السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه، نحمده أن هدانا وعافانا وكفانا وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا عظيما. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوب إليه توبة الأوابين. الحلال ربنا ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. أرواحنا بيديك وآجالنا تنتهي إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام بتحية الإسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله نسأل في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو اليوم الذي أخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن فيه ساعة ما وفقها عبد بدعاء إلا استجيب له، ولعلها هذه الساعة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة الكرام، حديثي إليكم في هذه الدقائق المباركة عن أعظم جيل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجيل هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فهو أفضل جيل عرفه أو عرفته البشرية منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس هناك جيل أفضل من جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجيل هو الجيل الذي مدحه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وزكاه نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وسنته. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصفهم الله سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك نحن نترضى عن هذا الجيل لأن الله عز وجل هو الذي رضي عنه. فهذا الدين الذي وصلنا غضا طريا، السبب في وصوله بهذا النقاء والصفاء هو هذا الجيل الرباني الذي تربى في مدرسة النبوة، في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حري بنا أن نقف مع سيرة أولئك العظماء الرجال، حري بنا أن نقف على تراجمهم وحياتهم، نقتبس منها العظات والعبر والدروس وما أكثرها في سيرهم. وأحببت أن أتحدث اليوم بالذات عن صحابي جليل يعرفه كل مسلم. لو سألت طفلا في الشارع، طفل صغير في الشارع عنه، لا يعرفه، والجميع يتذكره 5 مرات على الأقل في اليوم والليل. هذا الصحابي هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وارضاه، أول مؤذن في الإسلام بل في التاريخ. وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لماحا، وكان يبحث النبي عليه الصلاة والسلام عن
اختطف من بلده التي تسمى اليوم إثيوبيا الحبشة ليجد نفسه بعد ذلك عبدا ذليلا يعمل بمكة المكرمة مقابل أجر يعني زهيد مقابل دريهمات قليلة عند جبار من الجبابرة اسمه أمية بن خلف. فترك بلال الأهل، ترك والدته، ترك أباه وأهله، ويجلس في مكة هذه المدة بعيدا عن الأهل والأقارب. ثم لما صدح النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ودعا قريش إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به عز وجل، كان من أول من دخل في هذا الدين بلال رضي الله عنه وارضاه، حتى أن هناك صحابي وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه يذكر أول لقاء جمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من السابقين الأولين في إيمانهم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يذكر يقول: جئت مختفيا ودخلت مكة المكرمة أبحث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويخبر أنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام سأله: من أنت؟ قال: نبي. قال: من بعثك ومن أرسلك؟ قال: الله. بما أرسل؟ قال: بعبادة الله عز وجل وحده وبصلة الأرحام وترك الشرك وعبادة الأوثان والأصنام. قال: فمن معك؟ قال: عبد وحر. أما الحر فكان أبو بكر رضي الله عنه، وأما العبد فكان بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فكان من السابقين الأولين في إسلامهم وإيمانهم. وفي إحدى الروايات الأخرى يذكرون أن المستضعفين من المسلمين ما من أحد إلا وأجاب الكفار إلى بعض ما يدعونه إليه، قالوا: إلا بلالا فقد هانت عليه نفسه رضي الله عنه وارضاه. هانت عليه نفسه في سبيله. كما تعلمون أن عمار بن ياسر أجاب إلى بعض ما دعت إليه قريش، شدة العذاب والتنكيل الذي لحقه رضي الله عنه وارضاه، ولكن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. عذبت أمه ووالده أمام عينيه وقتل أمام عينيه، فاضطر رضي الله عنه ليقول كلمة الكفر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد، أي لا حرج عليك ولا تثريب عليك ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. لكن بلال لم يجبهم على الإطلاق. بلال هانت عليه نفسه في سبيل الله. المهم لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته آمن بلال رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الإسلام يكره العبودية، دين يكره الظلم ويحارب الظالمين، فكان من أوائل الذين آمنوا بهذا الدين بلال رضي الله عنه. فلما سمع به سيده ومولاه ما كان منه إلا أن وضع في جسده أذرعا من حديد هو وكثير من الصحابة، ثم وضع في رمضاء مكة. وأنتم تعلمون الحرارة الشديدة التي تمتاز بها هذه المنطقة عادة، حر شديد، فكانوا يخرجونه في الظهيرة في شدة الحر، وتخيل يوضع على جسده ما أذرع من حديد. ورغم هذا العذاب ورغم السياق الذي كان يضرب بها رضي الله عنه وأرضاه ويجلب بها ظهره، إلا أنه كان دائما يقول كلمته التي خلدها له التاريخ، يقول له: أحد أحد. فمن هو الأحد؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا الدين، الذي
من هؤلاء الضعفاء خرج لنا أو أخرج لنا كتائب تهز الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ويمر الصديق رضي الله عنه ويجد بلال عبده في رمضان مكة فيسأل سيده أن يبيعه إياه، فقال له خذه ب10 دنانير، أي أن هذا العبد لا قيمة له عندي، لا يساوي شيئا، لا يساوي عنده شيئا، لكن قيمته عند الله عز وجل عظيمة. فقال له الصديق والله لو طلبت فيه 100,000 دينار اشتريته منك. وبمجرد أن اشتراه الصديق رضي الله عنه اعتقه في سبيل الله، وأنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه لما اعتق بلال، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودماؤه تسيل وعليه آثار التعذيب. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة احتضنه عليه الصلاة والسلام كما تحتضن الأم أولادها، وعينه مباشرة، عينه مؤذنه الأول. فكان كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لله سبحانه وتعالى يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هذا الصحابي الجليل لأداء هذه المهمة التي عرف بها رضي الله عنه وأرضاه وأصبحت ملاصقة له. وكان بلال رضي الله عنه يحمل الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحبه، وكان يحمل له نعله الشريف ويعتبر ذلك شرفا لا يعدله شرف. بل إن في صحيح مسلم والبخاري هناك حديث يذكرون فيه اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على بلال، كان يعتمد ويتكئ على بلال حينما يريد عليه الصلاة والسلام أن يخطب في المسلمين. حتى في صلاة العيدين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على بلال رضي الله عنه، يتكئ عليه. لماذا؟ لأنه يحبه. وفي مرة من المرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعتبر أعظم المناقب التي حازها بلال رضي الله عنه وارضاه، بأن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وما أدراك ما الجنة. يقول له يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت في رواية دفن عليه في الجنة، وفي رواية أخرى فإني سمعت خشخشة نعليك في الجنة. فيشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فيخبره بلال عن العمل الذي في ظاهره عمل بسيط متواضع، لكن قيمته عند الله عز وجل عظيمة جدا. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ما تطهرت بطهور أو توضأت إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي من صلاة النافلة. فانظر كيف حاز بلال رضي الله عنه وأرضاه جنة الرضوان بهذا العمل الذي في ظاهره عمل متواضع وبسيط. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه وارضاه. المواقف في حياة هذا الصحابي كثيرة، أن الوقت طبعا لا يتسع لذكر جميع الأحداث والمشاهد التي وقعت معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سأقتصر عن أهم ما ورد في
سيرته. في مرة من المرات وهو جالس يتناقش مع الصحابة، وفي لحظة غضب، الصحابة بشر قبل كل شيء، يعتريهم الخطأ، يعتريهم الزلل في كثير من الأحيان. ففي لحظة غضب يقول له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، يعيره بأمه ويقول له يا ابن السوداء، فيرفع شكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لأشكوك إلى سيدي وحبيبي وخليلي عليه الصلاة والسلام. فيذهب ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيغضب عليه الصلاة والسلام إليك غضبا شديدا ويستدعي أبا ذر على جناح السرعة. فلما وقف بين يديه فيقول أبو ذر رضي الله عنه يقول سلمت على رسول الله فوالله لا أدري أرد علي أم لم يرد عليه السلام، من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. فيقول له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ هل فعلا يعني صدرت منك هذه الكلمة أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذه كلمة قاسية جدا في حق هذا الصحابي ومن كبار الصحابة السابقين الأولين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه وأراد أن يربي الصحابة رضوان الله عليهم أن الإسلام جاء ليقيم هذا المبدأ العظيم الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات التي يسميها العلماء بجامعة الآداب، فيذكر فيها ربنا عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشخص لا يقاس بلون بشرته ولا بنسبه ولا بحسبه، بل يقاس المرء بدرجة تقواه لله سبحانه وتعالى. الإسلام لا يعير اعتبارا للألوان، ولا زالت هذه العنصرية منتشرة لحد الآن في أيامنا في عالمنا، خاصة في أمريكا وفي بعض دول العالم من علمائهم يقول بأن العبد الأسود أصلا لم يخلقه الله. لماذا لم يخلقه الله الأسود؟ كل هذا من العنصرية البغيضة والعصبية التي ينقضها هذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه وأن يربيه. يا أبا ذر أعيرته بهم إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زالت فيك بعض الرواسب وآثار الجاهلية، وهذه المعصية وهذه الكبيرة كانت منتشرة في المجتمع القرشي. قريش كانت معروفة بالكبر والعلو، ولذلك أكثر كبراء وسادة قريش لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كبرا وعنادا، وإلا فالكل يقر للرسول صلى الله عليه وسلم باللسان، لكن الكبر والعناد منعهم. وستدركون ذلك حينما نصل إلى فتح مكة. وماذا قال أحد هؤلاء السفهاء؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول له بأن الإسلام جاء ليعلم بأنه لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى. ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان يقول ما رأيت متقيا لله سبحانه وتعالى إلا وددت لو أنني في مسلاخه. فالعبرة إذا ليس بلون البشرة، ليس بالحسب، ليس بالنسب، العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن بلال رضي الله عنه هذا العبد الحبشي الأسود رفعه الله عز وجل إلى المقام الأعلى
سلمان الفارسي لما جعل بعضهم يفتخر بنسبه وحسبه، ماذا قال سلمان؟ قال أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه وقربه إليه. ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، وغزوة تسمى بغزوة الخندق، هذه الفكرة التي اقترحها هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه القبائل والأحزاب من كل جهة وحاصرت المدينة شهرا كاملا. ما الذي أنقذهم؟ ألم ينقذهم سلمان الفارسي هو الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع خندقا بينهم، وهذه مكيدة لم تعرفها العرب في حروبها. يقولون أنه حينها قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته رضي الله عنه وارضاه. المقصود طبعا من هذا الكلام أن الشخص لا يقاس بلونه ولا بكثرة أمواله ولا بحسبه ولا نسبه، بل يقاس بدرجة تقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك في حادثة مرة من المرات الصحابة قدموا عبدا مولا من الموالي ليصلي به. رآه عمر الفاروق رضي الله عنه، فقال عمر كأنه عمر بن الخطاب استغرب كيف يقدم الصحابة هذا العبد الأسود المولى، فقال لهم ألم تجدوا إلا هذا لتقدموه ليكون إمامكم في الصلاة؟ فماذا قال له الصحابة؟ قالوا له يا عمر إنه أقرأنا لكتاب الله. ولأن عمر بن الخطاب من أولئك الذين يقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى استغفر ربه سبحانه وقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صدقهم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع آخرين، فقدموه لأنه أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لا قيمة للونه ولا قيمة للحسب والنسب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قاسيا مع هذا الصحابي الذي قال له أعلى كبري وشيبتي يا رسول الله تقول لي هذا الكلام؟ قال نعم إنك امرؤ فيك جاهل. ماذا صنع أبو ذر الغفاري حتى يكفر عن هذا الذنب وعن هذه المعصية؟ ماذا فعل؟ ما كان منه إلا أن جمع الصحابة. تخيلوا أبو ذر يجمع الصحابة وينادي بلالا ويضع وجهه على التراب ويقول لبلال طأ بقدمك وجهي، طأ بقدمك وجهي. فلم يرضى بلال أن يفعل ذلك وقال له ما كان لي أن أطأ بقدمي وجها يسجد لله 5 مرات في اليوم والليلة. ثم أقامه الصحابة واحتضنه في جو من المحبة والإخاء الذي ساد هذا المجتمع الرباني وهذا الجيل الذي لن يتكرر بصورته على الإطلاق. فما أحوجنا إلى مثل هذه النماذج وهذه الصور الراقية في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.